الساعة تشير إلى حوالي 2:30 من يوم الجمعة الماضي. سفاح من ذوي السوابق القضائية يهاجم تلميذة متوجهة إلى ثانويتها بمدينة صفرو، حيث اعترض سبيلها بحي بودرهم وطعنها طعنتين. كما قام بمهاجمة تلميذتين أخريين، حيث أصاب الأولى بجروح خائرة على مستوى الخط، فيما أصاب الثانية بإحدى يديها وقد تعاني جراءها من عاهة مستديمة. السفاح بعد قيامه بفعلته الإجرامية اختفى على الأنظار بين أزقة حي بودرهم، تاركا الضحية مدرجة في دمائها ليتم نقلها على وجه السرعة للمركب الاستشفائي الجامعي لفاس، حيث فارقت الحياة بغرفة العناية المركزة. التحريات الأمنية قادت إلى اعتقال الجاني، والذي يبلغ من العمر 29 سنة، معروف عليه إدمان الحبوب المهلبسة. قد عانق الحرية قبل حوالي سنة إثر قضاء عقوبة